هو في سؤال بس هنا لاتحاد الكورة المصري. هو ده ظلم ولا ده عدل ولا ده استلواح؟ ده الناس ما عملوش حاجة غير ان هم كسبوا ماتش يعني عادي، ويعلم الماتش الجاي هيكسبوه تاني امتى. اتحاد الكورة مع نادي الزمالك بيعمل ايه بقى؟ يوم 12/2 عنده ماتش في الدوري مع سموحة، ويوم 15/2 عنده ماتش في الكونفدرالية مع كايزر تشيفز وماتش مهم جدا. ويوم 17/2 عنده ماتش مع سيراميكا كيلوباترا في كاس مصر. ويوم 20/2 عنده ماتش مع حرس الحدود في الدوري. هو ممكن يعمل كده، ممكن يعمل كده، بس يعمل كده لو هو بشفاطين، لو هو بروحين، لو هو بقايمتين. لكن ماتش يوم 17 ده جه منين واتحط كده ازاي؟ ده فرق يومين، يعني هيلعبوا 4 ماتشات في المدة دي. كل ده عشان كسبتوا كهرباء الاسماعيلية 5. تكسبوش حد تاني بقى خلاص، عشان هتتحطوا في الدماغ. الكلام ده من واحد اهلاوي ويفتخر انه اهلاوي. سلام.